ازاي بدأت رحلتي في تصميم الجرافيك؟ نصايح مهمة للمبتدئين. عمرك فكرت تبدأ في تصميم الجرافيك بس مش عارف منين؟ أنا كمان كنت في نفس الموقف. في الفيديو ده هحكي لك رحلتي الشخصية، ازاي بدأت، ايه التحديات اللي واجهتها، وأهم النصايح اللي هتوفر عليك وقت ومجهود. بدايتي مع التصميم كانت شوية شغف خلوني أروح أخد كورس ليه علاقة بتصميم الجرافيكس وابدأ ادرس شوية برامج تخليني اعمل شوية حاجات زي اللي بشوفها وزي اللي عجباني. الحقيقة اللي شجعني ادخل المجال ده ان كنت شايف من صغري ان انا حد موهوب، حد بيعرف يرسم، حد بيعرف ينحت، حد مش عارف يوظف موهبته دي بشكل احترافي، مش عارف يوظفها في شغل، مش عارف يوظفها في انتاجية، مجرد موهبة. والحقيقة لقيت نفسي في الطريق ده، لقيت ان الطريق ده مناسب جدا. الطريق ده كان بيرضي شغفي لأوقات كتيرة جدا. اتشجعت ان اطلع صور الوان حاجات انا بحب اشوفها اوريدي، لما بشوفها في اي حتة بتبقى عجباني وبقعد اتأمل فيها. كان نفسي اوصل للمرحلة اللي اخرج فيها نتيجة زي دي، اخرج فيها صورة زي دي، رسمة زي دي. طبعا من اول البرامج اللي استخدمتها هي الفوتوشوب. الفوتوشوب هو كان الاساس، هو كان بوابة العالم ده بالنسبة لي، الفوتوشوب والإليستريتور. لان الحقيقة دخلت ادرس المجال ده بشكل اكاديمي، حبيت اشوف الطريق ده ممكن يوديني لفين، يخليني اعمل نتيجة عاملة ازاي. انا مش بقولك انك لازم تروح تاخد كورس عشان تعرف تشتغل، لا، انت ممكن تفتح اليوتيوب هتلاقي كورسات، مش كورس واحد. ممكن تتفرج على ناس سبقانة في المجال وتشوف بيعملوا ايه وازاي. الدنيا ابسط من كده بكتير. المهم الشغف. من اول التحديات اللي واجهتها في البداية كنت فاكر ان التصميم مجرد ان افتح الفوتوشوب وشوية لعب بالالوان وشوية تفاصيل واقص من الصورة دي واحط في الصورة دي واطلع شكل انا عايزه، او صورة ممكن تبقى كوميك على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، او اغير وشي بوش حد تاني. كبر لي البايسبس والترايسبس. لكن مش هو ده الفوتوشوب ولا هو ده الجرافيكس. النهاردة أنا شايف الموضوع بشكل مختلف. العملية دي عملية مهمة مؤثرة في أي بيزنس بتشوفه في يومك. زي أي حد قابلتني صعوبة في فهم الأدوات، صعوبة في اختيار الألوان. أول تصميم كنت فخور بيه جدا ولكنه كان ضعيف جدا، لكن الحقيقة كل اللي حواليا كان بيشجعني. انا كنت شايف ان انا عامل حاجه مبهره وهي حاجه كانت اقل من العاديه. من الطبيعي انك في الاول تكون فكرتك عن السوفت وير محدوده، عن الابداع في حد ذاته محدوده، عن الخيال اللي في دماغك والادوات اللي ممكن توصلك ليه ضعيفه. لكن كملت واتعلمت اكتر وما بقتش اخاف من الانترفيس بتاعت الفوتوشوب. بالعكس، انا بقيت عارف كل تفصيله وكل تول فيها بتعمل ايه وتوصلني لايه. في الاول هيواجهك صعوبه انك تلاقي عملاء، انك تلاقي ناس عايزه منك شغل عشان انت حد بلا خبره. لكن كنت بحاول طول الوقت اعرض خدماتي على الناس بالاسعار المناسبه ليهم، بالاسعار اللي تناسب واحد لسه ما عملش اي حاجه. كنت بحاول اعمل شغل لاصحابي لزمايلي، افرجهم على شغلي واقول لهم ان ممكن اعمل لهم حاجه زي دي تنفعهم في شغلهم، في شركتهم، في البيزنس بتاعهم. الحقيقة هو ده اللي بيوصلك للعملاء، ومرة ورا التانية بتلاقي نفسك عامل بورتفوليو. ومنكرش كمان ان عملت بورتفوليو مش حقيقية ومش موجودة. مش عيب خالص انك تعمل مشروع وتحكي عنه وتقول انك بتعرف تعمل الحاجة دي، وفي نفس الوقت تمنشن وتذكر ان ده مش مشروع حقيقي، ده مجرد حاجة بتبرز بيها مهاراتك عشان تعرف تعرض نفسك للعملاء. سؤال برضو بيطرح نفسه، ازاي طورت نفسك وتعلمت بشكل اسرع؟ انك تتعلم ده متاح، بس انك تبقى عايز تتعلم هتخش تدور، هتخش تشوف ناس، هتحاول تجرب حاجات انت بتتفرج عليها كل يوم وبتشوفها وتحاول تقلدها وتعمل زيها. هو ده اللي بيخليك تتطور وبيخليك تتعلم بشكل اسرع. ما تقعش في فخ ان التصميم مجرد فن، هو كمان حل المشاكل للعملاء. التصميم مش بس برنامج، لازم تتعلم اساسيات الالوان، التكوين، الخطوط، الاهداف من كل ده. ابدأ ببورتفوليو قوي حتى لو بتصمم مشاريع خيالية. مش عيب على فكرة، كلنا عملنا كده، عملنا مشاريع من خيالنا وحطينا فيها كل طاقتنا ومهاراتنا ومواهبنا علشان نوري العملاء الجداد او المحتملين انا ممكن اقدم له ايه مهاراتي، ايه السكيلز بتاعتي. بس ما تنساش انك تذكر ان ده ما كانش مشروع حقيقي، عشان لو عملت غير كده هتبقى بتخدع اللي قدامك. نقطة كمان، العميل مش دايما عنده ذوق، دورك انك توجهه لحل بصري افضل. العميل عارف ان هو محتاج حاجة منك بس مش عارف هو محتاج ايه.
مش كل اللي يقولك عليه لازم تعمله، بس فكر فيه عشان احيانا ممكن يكون بيعرف يشوف اللي هو عايزه بشكل اوضح. لو هتبدأ النهاردة اعمل الآتي: اختار برنامج واحد وابدأ اتعلمه كويس، ما تشتتش نفسك، طبق عملي، ما تكتفيش بالمشاهدة بس، شارك أعمالك على منصات زي بيهانس أو حتى فيسبوك عشان تبدأ تكون بورتفوليو، عشان تبدأ تشوف رأي الناس في شغلك. دي كانت رحلتي في تصميم الجرافيكس، ودي أهم النصايح اللي كنت أتمنى أعرفها في الأول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك أي أسئلة اكتبها في الكومنتات وهجاوبك عليها. سلام. ازاي تحسن مهاراتك كمصمم جرافيك؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم محمد أسامة من برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لأي مصمم جرافيك: ازاي تطور مهاراتك وتبقى افضل في شغلك. في عالم التصميم لازم تكون دايما متجدد وبتطور من نفسك، يعني مفيش وقت للركود، لازم تفضل دايما تتعلم وتطور علشان تقدر تواكب التغييرات والاتجاهات الحديثة في المجال. اتعلم الأساسيات بشكل قوي قبل ما تبدأ في تطوير المهارات المتقدمة. لازم تكون متأكد إنك متقن الأساسيات. لو الأساسيات مش موجودة مش هتقدر تطور شغلك بشكل سليم. تصميم الجرافيكس الأساسي لازم تبقى فاهم مبادئ التصميم زي التوازن، التباين، التدرج، الخطوط، التركيب. دي الحاجات اللي هتساعدك في بناء تصميمات محترفة. البرامج الأساسية: اتقن برامج التصميم المشهورة زي أدوبي إليستريتور، أدوبي فوتوشوب. دي الأدوات الأساسية اللي هتساعدك تطبق أي فكرة بتخطر على بالك. التعلم المستمر: في عالم التصميم مفيش حاجة اسمها اتعلمت كل حاجة، لازم تكون مستمر في التعلم علشان تقدر تواكب التطورات. الدورات التعليمية: في كتير من الدورات المدفوعة أو المجانية على الإنترنت، وفي مواقع زي لينكد إن ليرنينج أو حتى اليوتيوب. لو لقيت دورة في مجال جديد زي تصميم واجهات المستخدم، زي اليو اي، زي اليو اكس، زي تصميم المواقع، حاول تدرسها، حاول تطلع عليها، شوف بيقولوا ايه. الكتب والمقالات: في كتب حلوة جدا بتتناول كل حاجة عن التصميم. حاول تشارك وتبقى متفاعل على السوشيال زي بيهانس، زي لينكد إن أو حتى فيسبوك. هتستفيد من تجربة الآخرين وتقدر تتعلم من النقد البناء. تجربة أساليب جديدة: مفيش حاجة هتطورك أكتر من إنك تتعلم حاجات جديدة. حاول دايما تخرج عن منطقة الراحة بتاعتك. التصميم لأنواع جديدة: لو كنت دايما بتصمم لوجوهات، جرب تعمل تصميمات مختلفة. جرب تصمم مواقع، جرب تعمل كتاب، تعمل مجلة. شوف حاجات جديدة وحاجات مختلفة، وشوف بتتعمل ازاي وبتوصل لايه وايه قدرتك انك تعمل حاجة زي كده. التجربة بالاساليب المختلفة: جرب تتعلم اساليب تصميم جديدة، ريترو، فلات، بوب ارت. حاول تغير من الدايركشن اللي انت شغال بيه والاتجاه بتاعك في التصميم اللي انت ثابت عليه بقالك فترة. كل اسلوب هيساعدك تطور من اسلوبك الخاص ويخليك مميز. الاستلهام من المصممين الكبار والمصممين التانيين: شوف اعمال مصممين كبار، ناس معروفة على السوشيال ميديا، حاول تدرس اعمالهم وتفهم ازاي فكروا فيها، ده هيساعدك تفكر بشكل اعمق. اتعلم من الاخطاء والتجارب السابقة. مفيش مصمم ما بيغلطش، لكن المهم هو ازاي تتعامل مع اخطائك. التقييم الذاتي بعد كل مشروع: خد وقتك وراجع الشغل بتاعك، ايه اللي كان ممكن تعمله بشكل افضل، وهل في حاجة كنت ممكن تلتزم بيها اكتر. حاول تتعلم حتى من النقد. لو حد قالك رأي عن تصميمك سواء كان نقد ايجابي او سلبي، حاول تستفيد منه. النقد هو افضل وسيلة للتحسن. الناس هي مرايتنا وهي اللي بتخلينا نقيم شغلنا من وقت للتاني. لو محدش بيقولك رأيه، انت هتفضل طول الوقت شايف انك في المكان السليم ومفيش اي جديد ولا اي تطور بيتضاف لشغل. التطوير الشخصي: تطوير مهاراتك مش بس في تصميم الجرافيك نفسه، لكن كمان في مهارات تانية زي التواصل والإدارة وإدارة الوقت. ولازم يكون عندك القدرة على تنظيم وقتك بشكل كويس عشان تقدر تشتغل على مشاريع مختلفة وتلتزم بالمواعيد النهائية ليها. التواصل مع العملاء: اتعلم ازاي تتواصل مع العملاء بشكل احترافي، سواء كانت المناقشات عن تفاصيل المشروع أو عن التعديلات المطلوبة. مهارات البيع: لو انت عايز تكون مستقل وبتشتغل بشكل حر، لازم تطور مهارات البيع والتفاوض مع العملاء. انت لو معرفتش تطور من ده، انت مش هتعرف تجيب شغل لنفسك، مش هتعرف تبيع شغلك. متابعة التوجهات الحديثة في التصميم: مجال التصميم طول الوقت فيه تغييرات مستمرة، وضروري
تتابع آخر التوجهات في المجال. مفيش مشكلة إن أنت تطور من نفسك وتتعلم حاجات جديدة زي تصميم المواقع، التصميم بالذكاء الاصطناعي. في الآونة الأخيرة الذكاء الاصطناعي بدأ يأثر بشكل كبير على التصميم الجرافيكس. اتعلم أدوات ال AI وإزاي ممكن تساعدك في تحسين كفاءتك في الشغل. المحتوى المرئي زي الفيديو، زي الأنيميشنز، زي المونتاج. حاول دايما تكون مطلع وتجرب نفسك في كل المجالات. الفيديو بدأوا يبقوا جزء كبير من التصميم. لو ما كنتش شغال في المجال ده جرب تتعلم ادوات الموشن جرافيك زي الافتر افكتس. لو كنت عايز تبقى مصمم جرافيك مميز لازم تفضل دايما تتعلم وتطور مهاراتك. المجال ده مش ثابت، وباستمرارك في التطور هتقدر تبني لنفسك مكانة قوية في السوق. ما تنساش التعلم المستمر هو السر في النجاح. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن ازاي تحسن مهاراتك كمصمم جرافيك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان ما تفوتكش الحلقات الجاية. سلام. ازاي تعمل بورتفوليو يشد العملاء؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم محمد أسامة من برنامج انا مصمم مش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لأي مصمم، وهي البورتفوليو. اكيد سمعت عن البورتفوليو او سابقة الاعمال، بس السؤال ازاي تصممه بطريقة تشد العميل وتخليه يختارك. البورتفوليو مش بس وسيلة لعرض شغلك، ده هو اول انطباع بياخده العميل عنك. لو عملته صح هيكون عندك فرصة اكبر للحصول على مشاريع جديدة وعملاء دايمين. النهاردة هنعرض مع بعض ازاي تبني بورتفوليو قوي مميز واحترافي. اول حاجة، ليه البورتفوليو مهم؟ في عالم التصميم البورتفوليو هو اول حاجة العميل بيشوفها. يعني لو ما عندكش بورتفوليو او البورتفوليو بتاعتك مش قوي فرصك هتقل. انت مش لوحدك في السوق، فوجود بورتفوليو مميز بيوضح مهاراتك وقدرتك على حل المشكلات بطرق مبتكرة بيخلي العميل يثق فيك. البورتفوليو مش مجرد عرض اعمال، دي طريقة لعرض تفكيرك الابداعي، طريقتك في تقديم حلول للعميل، واسلوبك في ادارة المشاريع. يعني مثلا ما ينفعش تبعت له شوية صور على الواتساب بجودة ضعيفة وتقول له هو ده شغلك وهي دي البورتفوليو بتاعتك. لازم الموضوع يكون منظم اكتر من كده ومتعوب عليه اكتر من كده ومعمول بشكل احترافي وابداعي اكتر من كده. النقطة التانية، اختار المشاريع بعناية. اول خطوة في بناء البورتفوليو هي اختيار المشاريع المناسبة لعرضها. كل مشروع هتختاره لازم يكون بيعكس مهارتك بأعلى مستوى. حاول تركز على الجودة مش الكم. المشاريع المميزة خلي المشاريع اللي بتعرضها هي الأفضل عندك. يعني لو في مشاريع قديمة مش بتعكس مستواك الحالي ما تعرضهاش. المشاريع الحقيقية والعملية، خلي المشاريع الحقيقية جزء من البورتفوليو. لو مش لاقي مشاريع حقيقية ممكن تبدأ تعمل تصميمات افتراضية أو مشاريع لأصدقاء أو حتى مشاريع وهمية. كلنا عملنا كده. تنوع المشاريع، خلي البورتفوليو متنوع. لو كنت بتعمل تصميمات لوجو حاول تضيف شوية مشاريع تانية زي السوشيال ميديا أو المطبوعات. ده هيبين للعميل قدرتك على التعامل مع أكتر من نوع تصميم. النقطة الثالثة، تقديم المشاريع بشكل احترافي. ازاي تقدم المشاريع بطريقة تبرز قوتها؟ العرض مهم زي المحتوى نفسه. العرض المحترف بيخلي العميل يشوفك محترف بجد. زي ما قلنا من شوية، ما ينفعش تبعت له شوية صور على واتساب وتقول له هو ده شغلك، اكيد هيشوفهم ويتجاوزك. لازم البورتفوليو بتاعتك تكون بتعبر عنك وبتعبر عن مستوى شغلك. وصف المشروع، دايما اكتب وصف مختصر للمشروع قبل ما تعرضه. ازاي كنت متوجه في المشروع ده؟ كان في تحديات ايه؟ ازاي قدرت تحلها؟ مثلا كنت مطلوب مني تصميم هوية بصرية لعلامة تجارية ناشئة في مجال التكنولوجيا، وكان التحدي الرئيسي هو ان اخلق مظهر عصري مع الحفاظ على البساطة. لازم تشرح انت عملت ايه وقدمته ازاي ووصلت بيه لفين. العملية والورك فلو، لو قدرت تعرض خطوات تنفيذ المشروع ده بيبين للعميل ازاي بتفكر. يعني تعرض مثلا السكيتشز الأولية اللي انت عملتها، الريتاتشز البسيطة اللي عملتها في صورة أو في تصميم، ملاحظات العمل النهائية. ده بيوضح إنك مش بتنفذ لمجرد التنفيذ لكن عندك عملية واضحة وفارقة. النتيجة والأرقام، لو عندك نتائج مادية زي زيادة في المبيعات أو التفاعل على السوشيال ميديا حاول تبرزها في البورتفوليو. يعني مثلا لو زودت التفاعل بنسبة 30% بعد إعادة تصميم حط النتيجة دي. الأرقام بتساعد في إظهار تأثير تصميمك. لو الكلاينت رجع لك بفيدباك إنه هو حقق مكاسب من وراء
التصاميم اللي انت عملتها له لازم تاخد الفيدباك ده وتعرضه وتفسر هو وصل للنتائج دي ازاي من خلال تصميمك. النقطة الرابعة، استخدام المنصات المناسبة. لو بتبدأ من الصفر ومش عارف تبدأ منين، في منصات كتيرة يمكن تساعدك في عرض شغلك زي بيهانس أو دريبل. دي منصات شهيرة بتعرض تصميمات من جميع أنحاء العالم. لو كنت عايز تجذب الانتباه لمشاريعك وتزود فرصك في الوصول لعملاء عالميين، دي منصات ممتازة. أنصحك تبني موقع بسيط لعرض أعمالك. النهاردة في منصات كتير قوي تساعدك تعمل ده. حاجة مهمة، حاول تخلي البورتفوليو بتاعتك تتضمن كل شيء عنك، مش بس الشغل. خلي فيه صفحة عن نفسك، عن هواياتك، تكون بسيطة بتوضح شوية عن شخصيتك وطريقتك في الشغل. النقطة الخامسة، حافظ على تحديث البورتفوليو بشكل مستمر. البورتفوليو مش حاجة بتعملها مرة واحدة وخلاص، ده لازم يتحدث باستمرار. لو جبت مشاريع جديدة أو جربت أدوات وتقنيات جديدة، خليها جزء من البورتفوليو. إضافة أعمالك الجديدة بانتظام. كل ما تخلص مشروع جديد ضيفه على طول. خلي البورتفوليو يتحدث عنك دايما، بس ما تضيفوش وخلاص. زي ما اتفقنا قبل كده، لازم تضيفه بشكل احترافي، تكون كاتب كل المعلومات عنه، دورك فيه، وصلت لإيه. تحديث الأدوات، لو استخدمت برامج أو أدوات جديدة لتحسين جودة شغلك، اذكر ده في البورتفوليو وبين إزاي ساعدتك الأدوات دي في تحسين أدائك وتطوير شغلك. النقطة السادسة، إزاي تدير البورتفوليو لو كنت مبتدئ. لو كنت مبتدئ ولسه مالكش أعمال كتير، ممكن تبدأ بكذا فكرة. المشاريع الافتراضية، لو مش لاقي مشاريع حقيقية، ابدأ بمشاريع افتراضية. اعمل مشاريع لأنواع مختلفة من العملاء في مجالات متنوعة، أو ممكن تشارك في مشاريع تطوعية. لو قدرت تساعد في تصميم أعمال غير ربحية أو أعمال خيرية أو لشركات ناشئة، ده هيكون إضافة ممتازة للبورتفوليو بتاعتك. المشاريع الشخصية، لو مش قادر تلاقي مشاريع للعملاء، اعمل مشاريع ليك. اعمل تصميمات تعبر عنك أو تعرض مهاراتك في حل المشكلات. اعمل حاجة انت حابب تشوفها او حابب تشوف نفسك بتعملها. البورتفوليو هو البيزنس كارد بتاعك في عالم التصميم، هو السي في بتاعك، وهو العامل الاساسي في جذب العملاء الجدد. لو قدرت تبني بورتفوليو يشد انتباه العميل، هتفتح لنفسك ابواب وفرص كبيرة. لو استفدت من الحلقة دي، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وسايب لكم في الوصف بعض الموارد اللي هتساعدكم في تحسين البورتفوليو. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام. ازاي تختار التخصص المناسب في تصميم الجرافيك؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم محمد أسامة من برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. والنهاردة هنتكلم عن سؤال بيحير ناس كتير داخل مجال تصميم الجرافيك. انا ابدأ منين واختار انهي تخصص؟ مجال الجرافيك ديزاين واسع جدا وفيه تخصصات كتير، وكل تخصص ليه طبيعته وادواته ومجالات الشغل الخاصة بيه. علشان كده مهم جدا انك تعرف ايه اللي يناسبك، مش تمشي ورا الترند او ورا اللي الناس بتقوله. اول حاجة، اعرف التخصصات الاساسية في الجرافيك ديزاين. عشان تقدر تختار لازم تكون فاهم انت بتختار من ايه اصلا، ودي اهم تخصصات الجرافيك. اول حاجة، تصميم الشعارات والهويات البصرية. بتصمم لوجوهات، كروت شخصية، اعلانات، وكل حاجة تعبر عن براند معين. التخصص ده بيعتمد على فهم للعلامة التجارية والرؤية البصرية بشكل كامل. تصاميم السوشيال ميديا والإعلانات، شغل يومي وسريع وبيحتاج إبداع مستمر وتحديث على طول. مهم جدا تكون في السوق ومطلوب بكثرة، خصوصا مع شغل الشركات الصغيرة والستارت ابس. تصميم واجهات المستخدم، اليو اي ديزاين، ده تصميم شكل التطبيقات والمواقع، وده تخصص محتاج تركيز على التفاصيل ويعتبر قريب من مجال البرمجة شوية. لازم تكون فاهم مبادئ اليو اكس وتشتغل غالبا ببرامج زي فيجما او ادوبي اكس دي. تصميم المطبوعات، برينت ديزاين، زي الكتب، البروشورات، الفلايرز، المجلات. تخصص تقليدي بس مهم وبيتطلب دقة في الإعدادات للطباعة. التحريك والموشن جرافيك، الموشن جرافيكس هنا بتدخل في عالم الفيديو، بتحرك العناصر وتضيف صوت وتضيف صورة وحركة. مجال قوي جدا بس محتاج وقت طويل عشان تتعلمه، وأدوات زي افتر افكتس، الالستريشن أو الرسم الرقمي. لو عندك موهبة الرسم، ممكن تتخصص في الرسم وتدمجه مع التصميم، خصوصا في الإعلانات أو الكتب، حتى البراندات اللي بتحب يكون ليها طابع خاص. تاني حاجة، ايه اللي بتحبه؟ جرب تسأل نفسك
ايه نوع الشغل اللي لما تعمله بتحس انك مستمتع؟ بتحب التفاصيل؟ ممكن اليو اي يناسبك. بتحب تبقى دايما بتطلع افكار جديدة؟ السوشيال ميديا او البراندنج هينفعوا. بتحب تحرك الحاجات وتشتغل على فيديو؟ يبقى موشن جرافيكس اقرب حاجة ليك. القاعدة هنا لو مش بتحب اللي بتعمله عمرك ما هتبدع فيه. جرب كل حاجة في الأول. مفيش مانع إنك في أول كام شهر تجرب أكتر من نوع تصميم. اشتغل على مشروع شخصي للبراندنج. جرب تعمل تصميمات سوشيال ميديا. خد كورس بسيط في اليو اي واليو اكس ديزاين او الموشن جرافيكس، وبعد كده شوف ايه اللي حسيت انك متحمس ليه وايه اللي كنت بتشتغل فيه من غير ما تزهق. رابع حاجة، شوف السوق بيقول ايه. هل التخصص اللي انت حابه مطلوب في السوق؟ هل عليه شغل على منصات الفريلانسرز؟ هل الشركات بتطلبه بشكل مستمر؟ مهم تلاقي توازن بين اللي بتحبه وبين اللي عليه الطلب. مثلا لو بتحب الالستريشن جدا بس السوق اللي حواليك ما بيطلبوش كتير، ممكن تضيفه كمهارة جانبية وتشتغل في سوشيال ميديا او براندنج وتستخدم الرسم كميزة تنافسية، لكن ما تقدرش تعتمد عليه هو لوحده. خامس حاجة، ما تستعجلش. اوعى تستعجل. اختيار التخصص مش حاجة لازم تقررها من اول اسبوع. ادي لنفسك وقت. خليك مرن وما تخافش تغير بعد شوية. كتير من المصممين بيبدأوا في حاجة وبعدين يلاقوا نفسهم في تخصص تاني خالص، وده حصل معايا أنا شخصيا. سادس حاجة، اعرف أدوات كل تخصص. كل تخصص له أدواته واللي هتحتاج تتعلمها علشان تمشي فيها صح. براندنج وسوشيال يبقى فوتوشوب وإلستريتور، وأحيانا إن ديزاين، يو إكس ويو آي، فيجما وأدوبي إكس دي. الموشن جرافيكس يبقى أفتر إفكتس وبريمير. الديجيتال آرت يبقى برو كرييت وفوتوشوب. ما تبدأش تتعلم كل البرامج مرة واحدة. اختار تخصص وابدأ بأدواته. في النهاية اختيار التخصص المناسب هو خطوة مهمة جدا في رحلتك كمصمم، لكن ما تخليش الخوف من الغلط يعطلك. جرب واغلط واتعلم وامشي خطوة خطوة، ومع الوقت هتعرف انت فين ورايح على فين. لو استفدت من الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وسايب لكم في الوصف مصادر تساعدكم تجربوا تخصصات مختلفة، واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام. اكتر اخطاء بتضيع فرص الفريلانسرز وازاي تتجنبها؟ لو بدأت شغل حر او ناوي تبدأ، في شوية اخطاء صغيرة ممكن تضيع منك فرص كبيرة جدا. في الحلقة دي هقولك على اكتر الاخطاء اللي شفتها بنفسي ووقعت فيها، واللي بتخلي الفريلانسر يضيع فرص او يخسر عملاء بسهولة، وهنقول كمان ازاي تتجنبها وتبني سمعة قوية في مجالك. انا محمد اسامة، وده برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. الخطأ الأول إنك تستنى الفرصة بدل ما تسعى ليها. كتير بيقعد يقول لما حد يطلب شغل هديله شغلي، لما الفرصة تيجي هكون جاهز. لازم تسعى بنفسك، تعرض شغلك، تدور على الفرص وتتكلم عن نفسك. الفرص مش بتيجي للناس اللي مستنية، بتيجي للناس اللي بتتحرك. اللي بيسعى هو اللي بياخد. الخطأ التاني، تشتغل من غير اتفاق واضح. في ناس بتبدأ تشتغل قبل ما العميل يوضح اللي مطلوب أو يتفقوا على سعر، بعدين يحصل سوء تفاهم والعميل ممكن يرفض يدفع أو يطلب تغييرات ملهاش نهاية. الحل، اتفق كتابيا حتى لو رسالة واتساب واضحة، ايميل بسيط جدا. حدد عدد التعديلات ووضح السعر النهائي وميعاد التسليم. دي مش رسمية زيادة، ده احتراف. الخطأ الثالث انك تقول انا بعمل كل حاجة. في البداية بتحاول تكسب اي شغل فبتقول بعمل سوشيال ميديا وبعمل براندنج وبصمم مواقع وبمنتج، بس ده بيخلي العميل يحس انك مش متخصص. الافضل تختار حاجة او حاجتين من التخصصات دي وتكون مميز فيهم وتعرف تسوق لنفسك بيهم. الخطأ الرابع، تقديم شغل عادي او مكرر. كتير بيقدم شغل شبه اللي في السوق ما فيهوش اي بصمة شخصية. العميل مش عايز بس تصميم شكله حلو، عايز حد فاهم هو بيعمل ايه. اسأل العميل اكتر عن مشروعه، افهم جمهوره، قدم حلول مش بس شكل. ده اللي بيخلي العميل يقول انا عايز اشتغل مع الشخص ده تاني. الخطأ الخامس، تتجاهل التواصل. انت خلصت التصميم بس ما ردتش على العميل في الوقت اللي قالك فيه، او اتأخرت في الرد على رسالة، او اتسحبت لما حصل سوء تفاهم. صدقني التواصل اهم من الشغل نفسه. العميل بيحب اللي بيرد بسرعة، اللي بيوضح، اللي بيفولو اب معاه باستمرار. الخطأ السادس، عدم التطوير الذاتي. في ناس بتتعلم الأساسيات وتفضل شغالة بيها سنين. السوق بيتغير والعميل بيشوف الجديد كل يوم،
لو ما طورتش من نفسك هتبقى كويس دايما، بس عمرك ما هتبقى مطلوب دايما. خليك دايما بتتعلم ادوات جديدة، ستايلات جديدة، حتى مهارات تانية حوالين مجالك. الخطأ السابع انك تشتغل تحت ضغط وتوافق على كل حاجة. اللي يقول على كل مشروع هيتعب وهيحرق نفسه. لازم تتعلم تقول لا للمشاريع اللي مش مناسبة او العملاء المتعبين. الجودة اهم من الكمية، وسمعتك اهم من فلوس سريعة وكتيرة. كل فريلانسر في بدايته بيغلط، وده طبيعي. المهم انك تتعلم من كل تجربة وتبني شغلك صح من البداية. لو بدأت تتجنب الأخطاء دي هتلاحظ فرق في طريقة تعاملك مع العميل ومع نفسك وفي جودة عملائك وحتى في دخلك. قولي في الكومنتس ايه أكتر مشكلة واجهتك في الفريلانس، واستناني في الحلقة الجاية عن ازاي تسعر شغلك بذكاء كمبتدئ. ابدأ صح واغلط بسرعة، بس اتعلم أسرع. ازاي تتعامل مع العميل باحتراف؟ معاكم محمد أسامة من برنامج أنا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل مصمم جرافيك أو أي حد شغال في مجال العمل الحر. موضوعنا النهاردة هو ازاي تتعامل مع العميل باحتراف. لو انت بتشتغل في مجال التصميم أو حتى في أي مجال تاني من مجالات العمل الحر، التعامل مع العميل هو سر نجاحك. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي تقدر تبني علاقة قوية ومحترمة مع العميل وتحقق النجاح معاه. النقطة الأولى، فهم احتياجات العميل. أول حاجة لازم نعرفها هي إنك لازم تفهم العميل كويس جدا. لو العميل بيطلب منك تصميم شعار أو حملة إعلانات أو حتى مشروع كامل، لازم تكون فاهم هو عايز إيه بالظبط وإزاي. ابدأ بسؤال من الأسئلة المفتوحة، زي إيه الرؤية بتاعتك للمشروع، أو في إيه أمثلة بتعجبك. كده هتعرف توجهات العميل وتقدر تشتغل على التصميم بالطريقة اللي هو عايزها. لو العميل مش قادر يحدد بالظبط، ساعده إنك توضح له الخيارات المتاحة واعرض عليه أمثلة لأعمالك السابقة عشان يقدر يحدد أكتر. التواصل بوضوح. التواصل مع العميل بوضوح هو مفتاح العلاقة الناجحة. لازم تكون صريح وواضح في كل خطوة، ابتداء من تحديد المواعيد والتسعير وحتى تقديم التعديلات. كلما كنت أوضح كلما قلت الفرص لسوء الفهم. لو العميل طلب منك تعديل أو تغيير، اسأله بشكل دقيق إيه اللي هو عايزه بالظبط. ودايما لو في حاجة مش واضحة ليك ما تترددش إنك تسأل، عشان تضمن إنك مش هتضيع وقتك أو وقت العميل في تعديل حاجات غير دقيقة. الاحترافية في المواعيد. المواعيد هي واحدة من أهم العوامل في التعامل مع العميل باحتراف. العميل دايما بيحب الناس اللي تلتزم بالوقت، فما بالك لو كنت بتشتغل في عمل حر. لو العميل حدد معاك وقت معين لتسليم المشروع لازم تحترمه. وأهم حاجة، لو حصل تأخير أو مشكلة خلي العميل على علم بيها فورا وحاول تقدم له حلول بديلة. الشفافية هنا هتكون مصدر ثقة كبير بينك وبين العميل. تقديم خيارات متنوعة. العميل دايما بيحب انك تقدم له خيارات، لان ده بيخليه يحس انك محترف في شغلك وفاهم هو عايز ايه بالظبط. لو العميل طلب منك تصميم اللوجو، بانر، حاول تقدم له اكتر من خيار. يعني لو بتصمم شعار مثلا، اعرض عليه اكتر من تصميم او فكرة مختلفة عشان يقدر يختار الانسب ليه. ده بيظهر للعميل ان هو صاحب القرار، وده بيبني بينكم علاقة من الاحترام المتبادل. التعامل مع النقد بشكل ايجابي. اوقات ممكن العميل يبقى مش راضي عن الشغل في اول مرة، وممكن يطلب منك تعديلات، وده طبيعي جدا في اي شغل حر. والسر في انك تتعامل مع النقد بشكل ايجابي. خلي نقد العميل يكون فرصة لتطوير شغلك، مش حاجة تحبطك او تزعلك. لو العميل طلب تعديل، حاول تتقبل ده بكل رحابة صدر، وحاول تحسن التصميم بناء على ملاحظاته. والأهم من ده إنك تشرح للعميل إزاي التعديلات دي هتحسن الشغل وتخليه أقرب لاحتياجاته. الاحتفاظ بالعلاقات الجيدة. العلاقة مع العميل مش بتخلص بعد ما تسلم المشروع، لازم تفضل على تواصل معاه عشان لو عنده مشاريع تانية تلاقيه يرجع لك مرة تانية. ممكن بعد ما تخلص الشغل تتابع معاه في المستقبل وتعرض عليه خدمات جديدة أو استشارات. كمان حاول تتابع معاه لو في أي تطورات جديدة في المشروع عشان تقدر تقدم له الدعم لو احتاجه. ده مش بس هيساعدك تحافظ على عملاء الحاليين، لكن كمان هيساعدك تجذب عملاء جداد عن طريق التوصيات. التسعير بشكل عادل وواضح. من أول ما تبدأ مع العميل لازم تكون حريص إنك تحدد التسعير بوضوح. العميل مش هيحب المفاجآت، خصوصا في موضوع الفلوس. اتفق معاه من البداية على السعر والمواعيد،
ولو في اي حاجة ممكن تغير التسعير، مثلا لو زاد حجم العمل، زادت المهام، لازم تبقى حريص تبلغ العميل بكل التفاصيل. والمهم انك تعرف قيمة شغلك، ما تقللش من سعر الخدمة او المنتج عشان تكسب العميل. عارفين المثل المصري، لو عرضت حاجة رخيصة يبقى شكلها رخيص؟ اوعى تقع في الفخ ده. في النهاية التعامل مع العميل باحتراف بيحتاج منك شوية صبر وتنظيم، لكن أهم حاجة تبني ثقة بينك وبين العميل عشان تضمن نجاحك في العمل الحر على المدى البعيد. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجاية عن تصميم الجرافيكس والعمل الحر. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم محمد أسامة من برنامج أنا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم لكل حد بيشتغل في مجال العمل الحر، خصوصا لو كنت مصمم جرافيك أو شغال في أي مجال تاني بيحتاج وقت وجهد كبير. موضوعنا النهاردة هو إزاي توازن بين شغلك وحياتك الشخصية. العمل الحر بيخلي الشغل جزء كبير جدا من حياتك، لكن لازم تلاقي وقت لنفسك ولعيلتك ولأنشطتك الشخصية. فإزاي تقدر توازن بينهم؟ تعالوا نعرف مع بعض. النقطة الأولى، تحديد أوقات ثابتة للعمل. أول حاجة لازم تعملها عشان توازن بين شغلك وحياتك الشخصية هي تحديد أوقات ثابتة للعمل. ما ينفعش تسيب الشغل ياخد كل وقتك، لازم تحدد ساعات عمل يومية أو أسبوعية. مثلا لو قررت إنك تشتغل من 10 الصبح لغاية 6 بالليل، لازم تحترم الوقت ده وتوقف شغلك بعده على طول. لو عملت كده هتقدر تركز في شغلك أثناء الوقت المخصص ليه، وفي نفس الوقت تلاقي وقت لبقية حياتك واحتياجاتك. النقطة التانية، تحديد أولوياتك. من المهم تحديد أولوياتك عشان تقدر توزع وقتك بشكل جيد. يعني تكتب إيه أولى وإيه قبل إيه. حاول تحدد الأولويات اليومية أو الأسبوعية وركز على أهم المهام أولا. ده هيساعدك تخلص شغلك في وقت أقل وتبقى عندك فرصة للراحة. لو عندك مشاريع كبيرة حاول تقسمها لمهام أصغر عشان تقدر تركز في جزء واحد في كل مرة بدون ضغط. النقطة الثالثة، اتعلم تقول لأ. لو انت شغال في العمل الحر اكيد هيجي عليك وقت تحس فيه بالضغط لكثرة الطلبات والمتطلبات والمهام. هنا لازم تتعلم تقول لأ. لو عندك مشروع كبير ووقتك مش هيسمح ليه، لازم تكون قادر على رفض مشاريع جديدة بشكل احترافي. مش كل فرصة هتكون فرصة مناسبة ليك في الوقت ده. ده مش معناه انك مش شاطر او مش عايز تكسب، لكن معناه انك بتحافظ على جودتك وجودة شغلك وتوازن حياتك. النقطة الرابعة، تخصيص وقت للراحة والنشاطات الشخصية. ازاي تقدر تكون منتج لو مش واخد كفايتك من الراحة؟ الراحة مش رفاهية، هي حاجة ضرورية جدا لزيادة انتاجك وابداعك. خصص وقت للراحة، سواء كانت ساعات نوم كفاية او حتى فترات استراحة قصيرة في نص اليوم. كمان خصص وقت لممارسة الأنشطة اللي بتحبها، زي الرياضة، زي الهوايات، زي انك تنزل تقعد على القهوة مع اصحابك. ده مش بس هيساعدك تجدد طاقتك، ده كمان هيساعدك تكون اكتر ابداع في شغلك. النقطة الخامسة، تنظيم بيئة العمل. البيئة اللي بتشتغل فيها ليها تأثير كبير على شغلك وتوازنك. لو مكتبك فوضوي ده هيسبب لك توتر. خلي بيئة عملك منظمة وتبقى مرتاح فيها. حاول تفصل بين مكان الشغل وأماكن الترفيه في البيت. مثلا لو عندك مكتب حاول تبعده عن الأماكن اللي بتقضي فيها وقت فراغك، حاول تبعده عن التلفزيون. النقطة السادسة، استخدام أدوات لإدارة الوقت. في أدوات كتير ممكن تساعدك تدير وقتك بشكل أفضل وتوازن بين شغلك وحياتك الشخصية. في تطبيقات كتير بتساعدك تعمل ده. يا عم أبسط الأمثلة، تمسك ورقة وقلم وتكتب أولوياتك وإيه اللي المفروض يخلص قبل إيه وهياخد وقت قد إيه. تنظم مهامك، تحدد مواعيدك ومواعيد تسليمك. في النهاية لو عايز تكون ناجح في العمل الحر وتحقق توازن بين شغلك وحياتك الشخصية، لازم تتعلم إدارة وقتك بشكل جيد. مفيش حاجة تساوي راحتك النفسية والجسدية. لو انت عايز توصل للنجاح مستدام لازم توازن حياتك، ده أمر أساسي. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجاية عن العمل الحر والتصميم الجرافيكي. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام. ازاي تبقى فريلانسر ناجح؟ خطوات عملية من البداية للاحتراف. لو عمرك ما اشتغلت كفريلانسر قبل كده اكيد في مليون سؤال في دماغك. ابدأ منين؟ اتعلم ايه؟ اجيب شغل منين؟ طب اشتغل ببلاش الاول ولا لا؟
الفيديو ده معمول ليه، هناخدك خطوة بخطوة من الصفر لحد ما تبقى فريلانسر عنده شغل ثابت، عملاء بيتكرروا، ودخلة محترمة. أنا محمد أسامة، وده برنامج أنا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. هل الفريلانس مناسب ليك؟ الشغل الحر شكله حلو على الورق، بتصحى وقت ما تحب، تشتغل من بيتك، تختار المشاريع اللي تعجبك، بس الحقيقة هو حرية ومسؤولية. مفيش حد هيفكرك تسلم الشغل، مفيش مرتب ثابت، مفيش مدير، بس في عملاء، وكل عميل ليه دماغه. قبل ما تبدأ اسأل نفسك، هل عندك انضباط ذاتي؟ تقدر تشتغل لوحدك لفترات طويلة؟ تقدر تتحمل شهور الشغل فيها قليل أو بدون دخل؟ لو فأنت في الطريق الصح. المهارة قبل أي حاجة، بصراحة من غير مهارة تقدر تبيعها مفيش فريلانس. فكر كده، انت هتقدم ايه؟ تصميم، كتابة، مونتاج، ترجمة، تسويق، تطوير ويب. لو لسه مبتدئ تماما ما تقلقش، اختار مجال وابدأ اتعلمه. المصادر موجودة ببلاش، يوتيوب، كورسات، كتب، مشاريع تطوعية. المهم انك تتعلم وتطبق كل دقيقة بتتعلم فيها. استثمر في مستقبلك. طب ماشي، بس هشتغل ازاي من غير خبرة؟ سؤال في مكانه. اول كام عميل غالبا مش هيجوا لوحدهم، فانت محتاج تبني حاجة اسمها معرض اعمال. حتى لو ما اشتغلتش لحد، اعمل شغل وهمي، صمم لوجو لبراند خيالي، اكتب اعلان لمنتج معروف، اعمل فيديو دعائي لمطعم افتراضي. الاهم ان شغلك يعبر عن مستواك وشخصيتك، وانك بتفهم في اللي بتعمله. تواجد اونلاين يعني فرص اكتر. لو مش موجود اونلاين فانت تقريبا مش موجود. اعمل لينكد ان وحدثه باستمرار، شارك عليه شغلك، وشارك شغلك على بيهانس، انستجرام، فيسبوك. احكي عن اللي بتعمله حتى لو لاصحابك، وشارك خطواتك. ما تخافش تقول انك لسه بتبدأ، الناس بتحب تتابع الرحلة. ناس كتير بتبعت لك شغل مش عشانك ولا عشان انت محترف جدا، لكن لانك بتتعلم، وده حقيقي. فين اول عميل؟ محدش هيجيلك وانت ساكت، انت محتاج تدور. جرب الطرق دي، ابعت لمعارفك انك بدأت تشتغل كفريلانسر، اشتغل في الاول بسعر رمزي عشان تبني الثقة. خش على منصات زي مستقل، خمسات، ابور، وافتكر اول عميل مش لازم يدفع كتير، بس لازم تطلع منه باكبر فايدة. تجربة، تقييم، مشروع تضيفه للبورتفوليو بتاعتك. ازاي تتعامل مع العميل؟ تعامل مع العميل وكأنك شريك في مشروع. اسأله مين جمهوره، هدف التصميم او هدف الشغل ايه اصلا، عايز يوصل لايه من خلال المشروع. اسمع كويس، اشرح وجهة نظرك، وسلم في الميعاد. دي الحاجات اللي بتخلي العميل يرجع لك تاني. السؤال اللي بيخوف الكل، كلنا بدأنا نسأل اطلب كام. خليك واقعي، بس ما تشتغلش ببلاش ابدا. سعر خفيف في الاول عشان تبدأ، لكن مع كل مشروع لازم تزود شوية، لازم مستواك يتحسن. وفي فيديو قريب مخصوص عن ازاي تسعر شغلك وبالتفصيل. خليك متطور ومرن، الدنيا بتتغير بسرعة، فلازم تبقى شخص بيطور نفسه. اتعلم مهارات جديدة حوالين مجالك، طور في طريقة شغلك، جرب حاجات مختلفة. خليك شخص مرن وقابل للتغيير. الفريلانس مش سهل، لكنه يستاهل. محتاج صبر، شغل كتير، وتطوير مستمر. وافتكر دايما، انت مش محتاج تبقى الافضل من اول يوم، انت محتاج تبدأ. ولو عايز تبقى فريلانسر ناجح، خليك ثابت، خليك شغوف، وخد خطوة كل يوم. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن الأخطاء اللي بتضيع فرص الفريلانسرز وإزاي تتجنبها. ابدأ دلوقتي واشتغل على نفسك كل يوم. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجاية عن تصميم الجرافيك والعمل الحر. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام. الفرق بين المصمم الشاطر والمصمم العادي. اهلا بيكم، معاكم محمد أسامة، وفي حلقة جديدة من برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. في الحلقة دي هنتكلم عن الفرق الحقيقي بين المصمم العادي والمصمم الشاطر. الفرق اللي بيخلي عميل يختارك انت من وسط 100 مصمم تاني، واللي بيخلي شغلك يتشاف ويتقدر. لو انت لسه في بداية الطريق او حتى بقالك فترة شغال، مهم جدا انك تفهم ايه اللي بيفصل المصمم العادي عن المصمم اللي بجد فاهم ومبدع. التفكير قبل التنفيذ. المصمم العادي بيبدأ يشتغل اول ما يسمع طلب العميل من غير ما يفكر كتير، لكن المصمم الشاطر بيسأل، بيبحث، وبيفهم الفكرة كويس جدا قبل ما يفتح اي برنامج. بيسأل التصميم ده هيتعرض فين، مين الجمهور المستهدف، وايه الهدف. التفكير ده هو اللي بيخلي التصميم يخدم الغرض ويوصل الرسالة بوضوح. تاني نقطة،
فهم قواعد التصميم واستخدامها بذكاء. المصمم العادي ممكن يكون بيعرف يستخدم الادوات كويس، لكن مش دايما فاهم هو بيعمل ايه. بيختار الوان او خطوط بشكل عشوائي او تقليدي. اما المصمم الشاطر ففاهم التباين كويس، فاهم يعني ايه توازن، يعني ايه تدرج بصري والمسافات، وعارف امتى يكسر القواعد وامتى يلتزم بيها كويس جدا. وكل حاجة بيعملها هي ليها سبب، مش عشوائية. عنده عين نقدة. المصمم العادي ممكن يكون راضي عن شغله لمجرد ان شكله حلو، لكن المصمم الشاطر دايما بيسأل نفسه: هل التصميم فعلا بيوصل للفكرة؟ هل خدمها بشكل حقيقي؟ هل في حاجة ممكن تتعدل؟ عنده قدرة يقيم شغله من غير عاطفة وكأنه بيتفرج عليه لأول مرة. النقطة الرابعة: مهتم بالتفاصيل. المصمم العادي ممكن يسيب حاجات صغيرة تعدي، زي محاذاة مش مظبوطة أو ألوان مش متناسقة بنسبة 100%، لكن المصمم الشاطر بيهتم بأدق التفاصيل، لأنه عارف التفاصيل الصغيرة بتفرق في الانطباع العام وبتبين احترافيته. النقطة الخامسة: دايما بيتطور. المصمم العادي ممكن يقف عند مستوى معين ويكتفي بيه، لكن المصمم الشاطر مش بيقف، دايما بيتعلم ادوات جديدة، بيشوف ترندات، بيتابع مصممين عالميين وبيجرب. المجال ده بيتغير بسرعة، واللي مش بيطور نفسه بيخرج من اللعبة بسرعة. النقطة السادسة: بيفكر كحلال مشكلات مش كمنفذ. العميل مش بيدور على حد ينفذ له شكل وخلاص، هو بيدور على حل المشكلة. المصمم الشاطر بيفهم المشكلة وبيحاول يقدم أفضل حل بصري ليها. في أدوات كتير قوي يقدر العميل يستخدمها يطلع بيها صورة حلوة. لو انت مصمم شاطر، انت اللي هتصنع الفارق معاه وهيكون لك دور معاه. لكن لو مصمم عادي، هو ممكن ما يعتمدش عليك أصلا. في النهاية، الفرق بين المصمم العادي والشاطر مش بس في شكل الشغل، لكن في طريقة التفكير، في الشغف، وفي حب التطوير. ولو انت فعلا ناوي تتميز، ركز على انك تطور نفسك كل يوم مهما كان مستواك الحالي. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ومستني رأيكم في التعليقات. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام. العقلية اللي هتغير مستقبلك كمصمم وفريلانسر. معاكم محمد أسامة من برنامج أنا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وخليني أقول لك من البداية إنها يمكن أهم من إنك تتعلم فوتوشوب أو إليستريتور أو حتى إنك تعمل بورتفوليو جامد. النهاردة هنتكلم عن العقلية، دماغك، تفكيرك، رؤيتك للمجال ده. أنا مؤمن إن كل حاجة حقيقية بتبدأ من هنا. قبل أي خطوة، قبل أي كورس، وقبل ما تفكر تشتغل فريلانسر أو تبقى مصمم، لازم الأول تظبط دماغك. خليني أقول لك حاجة: أنا مش جاي أقول لك إني كنت عبقري من أول يوم، ولا إني كنت فاهم كل حاجة. بالعكس، أنا كنت تايه وما كنتش عارف أبدأ منين ولا المفروض أتعلم إيه الأول. وكل شوية ألاقي واحد بيقولك اتعلم الأدوات، والتاني يقولك اعمل بورتفوليو، والتالت يقولك خش على أبورك، بس ولا حد قال لي ركز في دماغك، شوف انت بتفكر ازاي. العقلية الصح هتفرق معاك في كل تفصيلة في رحلتك. هتفرق لما تتعلم حاجة جديدة وتلاقيها صعبة فتكمل. هتفرق لما عميل يرفض شغلك فتقول مش مشكلة اتعلم. هتفرق لما تشوف مصممين بيكسبوا اكتر منك، فبدل ما تحبط تتحمس وتطور من نفسك. في نوعين من الناس في المجال ده: ناس اول ما تقابل مشكلة تقول انا فاشل، وناس تانية تقول انا لسه بتعلم. وصدقني، الفرق بين النوعين دول مش في المهارة، الفرق في العقلية. انا فاكر اول مرة اشتغلت فيها على مشروع، كنت متحمس جدا، اشتغلت عليه يومين وسلمته وانا شايف ان ده احسن حاجة عملتها في حياتي. العميل رد عليا بمنتهى البساطة وقال لي التصميم مش قد التوقعات ومحتاج شغل كتير. انا في اللحظة دي حسيت اني مش نافع، وكنت فعلا على وشك اسيب كل حاجة. بس رجعت لنفسي وقلت طب ما اتعلم، ايه المشكلة؟ انا في الاول ومن حقي اغلط. ومن هنا بدأت ابص لكل تحدي على انه خطوة لقدام مش نهاية الطريق. عايز اقول لك حاجة: التصميم مش بس الوان وخطوط وشوية صور، والفريلانس مش بس فلوس وحرية. الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع انك تصحى كل يوم عندك استعداد تتعلم حاجة جديدة، تشتغل على نفسك حتى لو مفيش نتيجة سريعة، تتحمل الضغط وتفكر دايما في الحل مش في المشكلة. هي دي العقلية اللي محتاج تزرعها جواك. وصدقني، اي مهارة هتتعلمها بعد كده هتبقى سهلة طالما دماغك مهيئة ليها. طيب ازاي ابدأ؟ تبدأ تبني العقلية دي ببساطة 3 حاجات:
اقبل انك هتغلط، الغلط مش نهاية العالم، بالعكس هو جزء من الرحلة. خليك فضولي، اسأل، اتعلم، جرب، قلد، ما تستناش الكمال علشان تبدأ. ابقى صبور، النجاح مش بيجي في يوم وليلة، وكل حاجة بتاخد وقت. انا مش بقول الكلام ده كمدرب او خبير، انا بقول لك من واقع تجربة، من قلب المعافرة اللي انا فيها ولسه فيها. العقلية الصح هتخليك تتطور مهما كانت ظروفك، هتخليك تعرف تتعامل مع الضغط، مع الخوف، مع التردد، وهتخليك توصل حتى لو الطريق كان صعب. انا عايزك تبدأ تبني نفسك من جوه، لانك لو عملت كده اي حاجة تانية هتبقى اسهل بكتير. وفي البرنامج ده احنا مش بنتكلم عن شغل بس، احنا بنتكلم عنك انت كإنسان، كمبدع، كحد عنده شغف وعايز ينجح. لو الحلقة دي لمستك او حسيت انها فرقت معاك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسيب لي في الكومنتس ايه اكتر حاجة محتاج تغيرها في تفكيرك. انا مستنيك في الحلقة الجاية، وصدقني لسه قدامنا كتير هنعيشه ونتعلمه سوا. لو نفسك تبدأ في تصميم الجرافيكس ومش عارف تبدأ منين، الفيديو ده معمول لي. اهلا بيك، انا اسمي محمد أسامة، مصمم جرافيك، وقررت اشارك معاكم كل اللي اتعلمته في المجال ده. لو انت لسه بادئ او حتى لسه بتفكر تدخل المجال، فانا هنا عشان اساعدك تبدأ بطريقة صح من غير ما تتوه وسط المصادر الكتير. خلينا نبدأ بأول خطوة. ايه هو اصلا تصميم الجرافيك؟ التصميم الجرافيكي هو طريقة تواصل، بس تواصل بصري. بنستخدم ألوان، خطوط، الصور، وترتيب العناصر عشان نوصل فكرة معينة أو نأثر على الناس. يعني مش مجرد حاجة شكلها حلو، التصميم بيحل مشاكل. طب أبدأ أتعلم إزاي؟ أول حاجة محتاج تتعرف على الأدوات، وأشهر البرامج هي الفوتوشوب لتعديل الصور والحاجات العامة، والإلستريتور لو عايز تتعلم تصميم لوجوهات ورسومات فيكتور، والإنديزاين لو شغلك فيه مجلات، كتب، كتيبات. لكن لو انت في البداية ما انصحكش تبدأ بكل ده مرة واحدة، ابدأ ببرنامج واحد بس، فوتوشوب مثلا. نيجي للسؤال المهم، اتعلم منين؟ اليوتيوب كنز، بس المهم تتعلم من مصادر منظمة. يعني ما تقعدش تتفرج على فيديوهات متقطعة من كل حتة. ابدأ بكورس يشرح لك الأساسيات، مبادئ التصميم الأساسية زي التباين، المحاذاة، التكرار، المسافات، ازاي تستخدم الألوان، الخطوط وأنواعها، وتكوين الصفحة واللاي اوت. في كمان مواقع كويسة جدا، بس لو ميزانيتك محدودة اليوتيوب كفاية جدا. طب بعد ما تتعلم تعمل ايه؟ تطبق. التطبيق هو أهم جزء. خد فكرة وجرب تصممها، شوف إعلان أو بوست قديم وقلده، مش عيب، مش عشان تنسخه، لا، عشان تتعلم التكنيك، تتعلم توصل لفيجوال زي ده بطريقتك. ابني بورتفوليو صغير وانشر شغلك على انستجرام أو بيهانس أو حتى فيسبوك، وابدأ خد رأي الناس وصحابك. بس خليك دايما بتسعى انك تاخد رأي حد فاهم، مش بس تسمع الله حلو جدا. النقد البناء هو اللي هيطورك. وفي النهاية حابب أقولك مفيش طريقة سهلة ومفيش طريق سهل، بس لو عندك شغف وفضول هتوصل. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجاية، واللي هنغطي فيها مواضيع أعمق زي تسعير شغلك، التعامل مع العملاء، وتفاصيل التصميم. ولو عندك أي سؤال اكتبه في الكومنتس وهرد عليك واعمل فيديو مخصوص ليك. المشكلة مش دايما فيك، ممكن تكون المشكلة في الشغل نفسه. عمرك حسيت انك بتحاول بكل طاقتك في الشغل وبتشتغل على نفسك وبتحاول ترضي مديرك وبتقدم افكار، ومع كده كل حاجة حواليك بتقولك انك مش كفاية؟ بتصحى من النوم مش طايق تروح الشغل، بتحس انك كل يوم بيتكرر بنفس الطريقة. طب خليني اقولك حاجة، المشكلة مش دايما فيك، اوقات كتير المشكلة في الشغل نفسه. وفي الحلقة دي هتكلم معاك بصراحة كاخوات عن ازاي تعرف الفرق وازاي تحمي نفسك وتخرج من الدوامة دي قبل ما تدمرك. انا محمد أسامة، وده برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. الجزء الاول، المشكلة فين؟ انت شخص بتحاول بتحسن من نفسك، بتحضر كورسات، بتشتغل على السوفت سكيلز بتاعتك، وبتقول يمكن اكون انا السبب. بس يا صديقي في نوع تاني من الشغل بيمص طاقتك، بيكسر طموحك، بيطفي الحماس جواك، وأسوأ حاجة إنه يخليك تشك في نفسك، تبدأ تسأل هو أنا فعلا قليل؟ أنا كده علشان غبي؟ أنا فاشل؟ وطبعا لأ. في فرق بين إنك محتاج تتطور وبين إنك واقع في بيئة سامة مش بتشجعك، ولازم تعرف الفرق ده كويس. علامات إن الشغل هو المشكلة، خد بالك من العلامات دي.
لو لقيت نفسك عايشها يبقى لازم توقف لحظة وتفكر. أولهم عدم التقدير، مهما تعمل محدش بيقولك شكرا، دايما نقد، دايما في تقليل. بيئة سلبية، الناس بتشتكي طول الوقت، مفيش روح، مفيش تحفيز، تحس انك محبوس وسط طاقة سودا. شغل فوق طاقتك، بتشتغل فوق وقتك الطبيعي وبتتسحل حرفيا من غير مقابل او تقدير. مدير بيحبطك، مش بيديك فيدباك محترم، دايما بيقلل منك ومن شغلك او بيتجاهلك، تحس انه ضدك مش معاك. مفيش فرصة تتطور، قاعد في مكانك سنين، نفس المرتب، نفس المهام، نفس المعاملة. لو حسيت ان اكتر من نقطة من دول بتنطبق عليك يبقى غالبا الشغل هو المشكلة مش انت. امتى تكون المشكلة فيك وازاي تفرق؟ اكيد لازم نبص لنفسنا. لو متأخر على الشغل دايما او بتأثر في شغلك او مش بتتطور لازم تتحمل المسؤولية. بس هنا الفرق، لو بتشتغل بضمير وبتتعلم وبتحاول وبرضه حاسس بالضغط والسلبية يبقى مشكلتك مش فيك، المشكلة في المكان اللي مش شايفك ولا مقدرك. البيئة السامة بتخليك تشك في نفسك مع انك ممكن تكون واحد من افضل الناس اللي فيها، بس بسبب الضغط والقلق مش قادر تشوف ده. تعمل ايه بقى؟ لو حسيت انك فعلا واقع في شغل سام او مع مدير مؤذي، في شوية خطوات لازم تبدأ تفكر فيهم. ابدأ حضر خطة خروج، ما تستقلش فجأة ولا تسيب شغلك ولا تجازف بحياتك وبالتزاماتك، بس ابدأ شوف بديل، طور مهاراتك، ابني سي في محترم، ابعت في شغلانات تانية شايف ان انت هتتطور فيها. ابدأ فريلانس او شغل جانبي، ممكن تعمل حاجة تحبها جنب الشغل تزود بيها دخلك وتحس انك بتنجز. خد بالك من صحتك النفسية، حاول تفصل بعد الشغل، خليك مع ناس بتحبك، اتكلم مع ناس بيريحوك، واهم حاجة ما تصدقش انك قليل. البيئة السامة بتخلي انجح واحد يحس ان هو فاشل. انا عارف انك ممكن تكون تعبان ومحبط وحاسس انك تايه، بس اسمعني، انت مش لوحدك، في ناس كتير زيك وكل يوم بيحاولوا يلاقوا طريق للخروج. وانت كمان تقدر ما تسيبش شغل يكسرك ولا مدير يقلل منك ولا بيئة تسرق منك نفسك وعمرك ووقتك. المشكلة مش دايما فيك، اوقات كتير جدا المشكلة في مكان مش بيقدرك. فوق لنفسك وابدأ خطوة جديدة. ولو الحلقة دي خلتك تبص لحياتك بشكل مختلف شاركها مع حد محتاج يسمع الكلام ده، واشوفكم في الحلقة الجاية. ليه بدأت البرنامج ده وازاي هيغير طريقة تفكيرك عن التصميم والشغل الحر؟ ازيكم يا جماعة، انا محمد أسامة وده برنامج انا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. ودي حلقة من حلقات البرنامج الجديد ده اللي هيتكلم عن حاجة انا فعلا بحبها واللي يمكن تكون السبب في انكم بتشوفوني دلوقتي. البرنامج هو رحلة هنتعلم فيها مع بعض عن التصميم الجرافيكي والشغل الحر. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل خليني اقول لك ليه فكرت في البرنامج ده من الاصل. انا مش هنا علشان اقول لك ازاي تكون مصمم شاطر ولا ازاي تبدأ تشتغل فريلانس بشكل سهل وسريع. الموضوع مش كده خالص. الحقيقة لو كنت جاي علشان تسمع مني خطوات سريعة تنجح بيها يبقى مش ده البرنامج المناسب ليك. البرنامج ده معمول علشان يساعدك تفهم اكتر عن العالم ده بعمق ويساعدك تتطور مع الوقت خطوة بخطوة. أنا زي أي شخص بدأ من تحت، كنت مش فاهم كتير عن التصميم. فاكر أول مرة فتحت فيها برنامج فوتوشوب كنت شايفه قدامي وكأني دخلت لعالم جديد. كنت عايز أعمل كل حاجة في نفس اللحظة. كنت فاكر إن التصميم مجرد شوية صور وألوان وإن لو اتعلمت الأدوات خلاص هبقى مصمم محترف. لكن للأسف الموضوع كان أبعد بكتير من كلنا في بداية مشوارنا بنواجه لحظات شك كبيرة. وتخيل معايا لما تبدأ مشروع فريلانس وتلاقي نفسك بتبعت عرض العميل وبيعدي أسبوعين من غير ما حد يرد. تبدأ تسأل نفسك، هل أنا مش قد الشغل ده؟ هل في حاجة غلط في أسلوبي؟ هل أنا لو بدأت في المجال ده هقدر أعيش منه؟ الأسئلة دي كانت بتدور في دماغي كتير وأنا في البداية، وبالرغم من كل الحوافز الخارجية واللي كان فيه ناس بتقولي انت شاطر هتنجح بس خليك مستمر، كنت حاسس في نفسي ان الموضوع مش بسيط زي ما الناس بتقول. لكن اكتشفت حاجة مهمة جدا، الطريق مش لازم يكون سهل عشان يوصلنا لنتيجة حقيقية. البرنامج ده مش هيتكلم عن ازاي تفتح بروفايل على منصات الفريلانس او عن الاساسيات الجافة، لا ده هيتكلم عن العقلية اللي لازم تكون عندك علشان تتطور كمصمم. هنتكلم عن ازاي تكون عندك شجاعة تبدأ، ازاي تتابع وتتعلم بشكل مستمر، وازاي تقبل التحديات بكل ما فيها من صعوبات. هنفتح مواضيع زي التعامل مع العملاء
نصايح في التسعير، ازاي تبدأ من الصفر وتوصل لنجاح حقيقي. لكن قبل اي حاجة هنتكلم عنك انت. لازم تكون فاهم نفسك الاول قبل ما تتوقع انك تفهم اي حاجة تانية. التصميم مش مجرد شغل، التصميم هو طريقة التفكير، هو محاولة تخلق حل للمشاكل من خلال الابداع بتاعك. انا هنا مش عايز اقولك انك لو اتعلمت التصميم هتبقى غني او هتفتح استوديو وتبقى مشهور. الحقيقة ان الموضوع مش كده خالص. التصميم رحلة مستمرة من التعلم والتجربة، وضيف عليها الاخطاء. وكل مرة هتتعلم فيها حاجة جديدة هتواجه تحدي جديد، وكل خطوة هتاخدها هتخليك اقرب لهدفك. انت مش لوحدك، في ناس زيك وزيي. مش كل الناس عندها الامكانيات او الفرص زي ما بيقولوا، بس في حاجة واحدة ممكن تساعدك تكون الافضل في مجالك: الاصرار والمثابرة. عشان كده عملت البرنامج ده، عشان نكون سوا في الرحلة دي، مش بس نتعلم حاجات جديدة لكن كمان نكبر مع بعض. البرنامج ده مش مجرد معلومات، ده مكان لناس عندها شغف وعايزين يتطوروا ويطوروا مهاراتهم. انا هشاركك كل تجربتي، من الاخطاء اللي وقعت فيها لحلول وطرق اشتغلت معايا كويس جدا. وانا واثق انه لو بدأت معايا من هنا هتلاقي نفسك في مكان تاني في النهاية. لو انت لسه متردد او مش عارف تبدأ منين، سيبني اكون معاك في الرحلة دي خطوة بخطوة. اعمل سبسكرايب وفعل الجرس وخلينا نبدأ سوا من هنا. سلام. ليه محدش بيرد عليك بعد ما تبعت شغلك؟ حلقة لكل مصمم بيتجاهلوه. السلام عليكم. لو انت مصمم جرافيك، وخصوصا لو لسه في اول الطريق، اكيد حصلت معاك الحكاية دي. عميل يطلب شغل، تبعت له، تتعب، تظبط التصميم، وتتفاجئ ان مفيش ولا رد. يعني لا تعليق، لا تعديل، ولا حتى كلمة شكر. ليه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، وهنفصل الموضوع حتة حتة من اول ما العميل يوصلك لحد ما تخلص معاه الشغل. يلا بينا. اول انطباع بيكرر كل حاجة. اول رسالة بتبعتها للعميل بتحدد كتير جدا. لو رسالتك طويلة او فيها كلام كتير ملوش لازمة، العميل ممكن يقفل قبل ما يكمل السطر التاني. وعلى العكس، لو الرسالة قصيرة او من غير اي شرح او سياق هتحسسه انك مش مهتم. المفتاح هنا هو التوازن. يعني ايه؟ يعني تبعت له تحية سريعة، تعرف نفسك في سطر، تشرح له باختصار انت عملت ايه وليه، وفي الاخر تحط اللينك او الصورة او البرودكت النهائي اللي انت عملته. طريقة عرضك للشغل. اغلب المصممين بيبعتوا التصميم كصورة وخلاص، لكن الصورة لوحدها مش كفاية. العميل مش دايما فاهم يشوف ايه او يقيم التصميم ازاي. طب اعمل ايه؟ اعرض التصميم في موكابس محترمة. يعني لو بوستر مثلا حطه على حيطة او مجلة او حتى صفحة سوشيال ميديا، وخلي معاه كلمتين بس بيشرحوا انت عملت ايه وليه. اخترت الالوان دي عشان كذا، الفونت متناسق مع كذا. العميل هيفهم انك فاهم هو محتاج ايه، وانك مش بتشتغل وخلاص. التواصل والردود. بعد ما تبعت شغلك لازم تكون متابع. لو العميل رد وسألك ما تتأخرش عليه. ساعات التأخير بيخلي العميل يغير رأيه لو كان عاجبه شغلك. لما العميل يقول رأيه اسمعه، حتى لو شايف ان رأيه غلط. حاول توصل له وجهة نظرك بهدوء وبأسلوب احترافي، وانت ليه بترشح حاجة تانية غير اللي هو طالبها. تفاصيل صغيرة بتفرق. في حاجات صغيرة جدا بس بتسيب انطباع كبير. زي ايه؟ انك تسمي الملفات باسماء منظمة، اوعى تعمل حاجة غير كده. انك تبعت الشغل باكتر من صيغة، انك تكتب للعميل تعليمات لو هو مش فاهم يستخدم الشغل ازاي. كل ده بيخلي العميل يحس انك شغال باحتراف ومش مجرد هاوي، وكمان خايف على مصلحته ومصلحة شغلك. لو وصلت لحد هنا فحب اقولك، في شغلنا كمصممين الشطارة مش بس في التصميم لكن كمان في التواصل وتقديم الشغل. زي ما بيقولوا كده، ضبط الشغل اهم من الشغل. في مصمم شغله عادي لكن بيعرف يبيع نفسه وبيكسب اكتر من اللي شغله جامد بس مش بيعرف يتكلم. فخلي بالك من التفاصيل دي، وكل مرة بتتعامل فيها مع عميل اعتبرها فرصة انك تتطور. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وعندي حلقات جاية اقوى من كده بمراحل. استنونا. سلام. هل التصميم او الشغل الحر مناسب ليك؟ خليني اقول لك الصراحة. في ناس كتير بتسأل، ابدأ اشتغل مصمم جرافيك؟ طب ابدأ اشتغل شغل حر، اتعلم التصميم؟ بس محدش بيقول لك الصراحة. المجال ده مش مناسب لكل الناس، بس لو لقيت نفسك فيه هيغير حياتك. هل عندك الصفات دي؟ خليني اسألك كام سؤال.
بتحب تلاحظ التفاصيل، الألوان، الحروف؟ بتحب تقعد على الكمبيوتر بالساعات؟ عندك صبر تتعلم وتفشل وتجرب تاني؟ بتحب تشتغل لوحدك وتفكر كتير؟ لو أغلب إجاباتك احتمال كبير تنجح في المجال ده. بس خلي بالك من ده، لو بتزهق بسرعة، بتستعجل النتائج، مستني حد يقولك تعمل ايه، يبقى في تحديات هتقابلك، ودي محتاجة تشتغل على نفسك الأول. التصميم مش بس مهارة، دي مهنة. الموضوع مش بس تعمل حاجة شكلها حلو، لازم تفهم العميل، تفهم السوق، تفكر بيزنس. وده معناه انك هتتعلم طول الوقت، وهتطور من نفسك في مهارات مش التصميم بس، زي التواصل، زي إدارة الوقت، زي تسعير شغلك، زي تسويق نفسك. في آخر الحلقة اسأل نفسك سؤال واحد: أنا مستعد أشتغل على نفسي؟ لو الإجابة يبقى المجال ده ممكن يكون سبب كبير في نجاحك. ولو لسه محتار، تابعني في الحلقات الجاية، هنمشي خطوة بخطوة مع بعض. ابدأ من نفسك والباقي هيجي مع الوقت. سلام.